يا دكتور انا ما اتحسنتش خالص على الدواء الجديد ده، او يا دكتور انا كنت زي الفل بقالي سنه وفجاه الاعراض رجعت تاني والوجع زاد. هل ده معناه ان العلاج فشل؟ وهل كده خلاص مفيش امل غير العمليه؟ الحقيقه ان الموضوع محتاج تقييم بالعقل وبالعلم قبل ما ناخد قرار التغيير. تعالوا نفهم الحكايه. مش كل الم في البطن مجرد قولون. التهاب الامعاء المناعي مرض مزمن لكنه مش خارج السيطره. قبل ما نحكم على اي دواء انه فشل لازم نجاوب على 3 اسئله بصراحه. 1، هل اللي انت حاسس بيه ده فعلا نشاط للمرض ولا ممكن يكون شويه برد ولا ميكروب ولا عدوى؟ 2، هل الجرعه اللي بتاخدها كافيه لوزنك وحالتك؟ 3 وده الاهم، هل انت ملتزم بالمواعيد والجرعات بالثانيه؟ لو الاجابه ايوه لسه في تعب يبقى نبدا نشوف المشكله فين. في نوع من المرضى بنسميهم عدم استجابه اولي، برايمري نون ريسبونس، يعني المريض خد الدواء ومر الوقت الكافي اسابيع وشهور بس ما حصلش اي تحسن. هنا بنراجع كل حاجه، هل التشخيص دقيق؟ هل في عدوى تانية معطله الدواء؟ لو اتاكدنا انه فشل فعلي بننتقل فورا لمجموعه علاجيه تانية خالص بآلية عمل مختلفه. ما تحسنتش من البدايه يبقى هنعمل تغيير مسار. النوع الثاني وده بنشوفه كتير مع العلاجات البيولوجيه القديمه، سكندري لوس اوف ريسبونس، يعني تكون استجبت في الاول وبقيت زي الفل وممتاز وبعد شهور او سنين الدواء ما بقاش مأثر فيك. ده بنسميه فقدان الاستجابه الثانوي. ليه الدواء بيسيبنا ويمشي؟ الاسباب كتير بس اهمها ان مستوى الدواء في دمك قل عن المطلوب، او ان جسمك ذكي بزياده وعمل اجسام مضاده ضد الدواء فبقى بيكسره. عشان كده الدكتور بيطلب تحليل مهم اسمه مستوى الدواء في الدم ومستوى الاجسام المضاده في الدم عشان يعرف احنا فين بالظبط. ثيرابيوتيك دراج مونيتورنج. هل التغيير هو الحل الوحيد؟ مش شرط نغير الدواء فورا، احيانا الحل بيكون بسيط، نزود الجرعه شويه او نقرب المسافات بين الحقن كل شهر بدل كل شهرين، او نضيف دواء مساعد يهدي المناعه اكتر. لكن لو اتاكدنا ان الدواء ما بقاش عارف يسيطر على الالتهاب هنا بننتقل لجيل جديد من الادويه. التغيير مش فشل. مهم جدا ان احنا نفهم ان تغيير العلاج مش معناه ان حالتك بقت وحشه. الاي بي دي مرض متغير وشاطر وساعات بيحتاج نغير له الاستراتيجيه، زي مريض الضغط اللي ممكن يغير الدواء كل كام سنه. المهم في الاخر ان احنا نوصل للهدف اللي هو الشفاء المخاطي. لو حسيت ان العلاج ما بقاش زي الاول ما تاخدش قرار من دماغك وتوقف الدواء، راجع دكتورك، قيموا الموقف بالتحاليل، خدوا القرار سوا. السيطره على المرض رحله والتعديل في الخطه جزء من النجاح. لو عجباكم السلسله يا ريت تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس وتشيروها عشان نعرف اذا كان انتم مهتمين وعاوزيننا نكمل ولا لا. اتشخص صح عشان تتعالج صح. في مدرسه التهاب الامعاء انت اللي بتسوق حياتك مش المرض. لو استفدت من حصه النهارده اشترك معانا وشاركها مع غيرك. زكاة العلم تبليغه ودمتم سالمين.